أذن الأذان وضرب المدفع، وتحطت على الطاولة الدقلة والشربة والبريكة بعظمتها وتنها والخبز بنواعه وبريحته الفاوحة. رمضان هو الشهر اللي عادتنا في الماكلة تتبدل فيه في تونس وفي العالم العربي الكل، ونوليو ما ناكلو كان في شقان الفطر وفي السحور، ووسط النهار نعديوه صايمين. يقول قايل مادام ناكلو كان وجبتين، كيفاش يولي ريتم استهلاكنا وكيفاش نصرف فلوسنا على الماكلة في تونس وفي العالم العربي؟ هذا العالم العربي اللي يسموا فيه الناس في رمضان. بما أنه شهر رمضان هو شهر اللي ما ناكلوا فيه كان وجبتين، فإنه عادتنا في الماكلة تتبدل من البريكة والشربة اللي يتزادوا للحلو اللي يتحط بعد العشاء، وفي أغلب الوقت مصروفنا على الماكلة يزيد. نحكيو على 15% من المصاريف متاع الماكلة في العام تمشي للماكلة في شهر رمضان. في تونس مثلا نحكيو على زيادة ب 34% بالنسبة للشهر الأخرين حسب المعهد الوطني للاستهلاك. استهلاكنا للدقلة يزيد بتقريب مرتين، خاطر شقان الفطر ما يجي كان بالدقلة، والبجلة بالبريك ويا حبذا يكون بالطن، واللي كيف استهلاكه يزيد تقريبا بمرتين. وبالنسبة للعظم اللي ما يغيب على طعام نلقاو معدل متاع 26 عظمة في شهر رمضان للشخص الواحد، وقت اللي ما نستهلكوا كان بمعدل 15 عظمة في الشهر في سير الأيامات. نجيو للعالم العربي توا، وبالتحديد للشرق الأوسط. بالأحمر عنا قديش نسبة الناس اللي مصروفها على الماكلة يزيد في رمضان، بالجري نسبة الناس اللي مصروفها يقعد هو بيدو، وبالابيض نسبة الناس اللي مصروف على الماكلة ينقص. في لبنان مثلا المصروف على الماكلة في شهر رمضان يزيد عند الأغلبية، نحكيو على 57% من الناس اللي مصروفها يزيد. في الإمارات زاد كيف 53% من الناس مصروفها يزيد على الماكلة، على عكس العراق اللي كان 33% من الناس اللي مصروفها يزيد على الماكلة. أما بالنسبة للأردن فإنه ما يتبدل شيء بين رمضان وسير الأيامات عند تقريبا 63% من الناس. هذا فيما يخص المصروف على الماكلة عند العرب بصفة عامة. هيت ناخذ مثال مصر وحدها، بما أنها الأولى في عدد السكان في العالم العربي ب109 مليون نسمة، فإنه سلوك الاستهلاك في رمضان حاجة تسحق أن نقف عليها شوية. في مصر حسب الجهاز المركزي للتعب العامة والإحصاء فما 45 مليار جنيه اللي يتصرفوا على الماكلة في رمضان، نحكيو على مليار و456 مليون دولار أمريكي، واللي يمثلوا 45% من مصاريف العائلة المصرية على الماكلة في العام كامل. في رمضان 2020 مثلا حاجة الناس الماكلة زادت بتقريبا 30% حسب الغرفة التجارية، وبما أنه حاجة الناس تزيد ونحكيو على مجموعة بشرية 10 مرات قد التوانسة، فإنه السلعة تنقص ولا سوام تطلع ياسر. مثلا عام 2021 أكثر من 70% من السلعة سومها زاد، كيما الدقلة والفواكه الجافة والألبان، وزاد بين 10 و 15% على سومهم الأصلي. رمضان هو شهر الصيام على الماكلة والشهوات، هذاك علاش لازمنا نحاولوا نكونوا عقلانيين في استهلاكنا، وخاصة وأنه الأسوام تزيد كل ما حاجتنا واستهلاكنا يكبروا، ونبعدوا أكثر ما يمكن على التبذير، خاصة متاع الخبز اللي كل عام يتحكي عليه واللي قريب يولي عادة مش باهية عندنا. في ليستة تاع القضية تاع رمضان، هاي عطوا من الليستة متاع السلعة اللي مرخصة فيها وزارة التجارة. شاركنا رايك في موضوع الانتاج في رمضان، وخلينا رايك في كومنتير، وما تنساش باش تشترك معنا على شين يوتيوب وعلى مواقعنا على السوشيال ميديا.